ازيكم يا أصحابي عاملين ايه؟ يلا بينا نسمع حكاية النهاردة، وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو. بص يا سيدي، أنا كنت قاعد فاضي يوم الجمعة، وصاحبي محمود كلمني بيقول لي: كريم، الحمام عندي بيخر مية، تعالى ساعدني أصلحه. قلت له: يا عم أنا مش سباك. قال لي: ما هو أنا كمان مش سباك، بس بيني وبينك الشغلانة سهلة، فيديو على اليوتيوب ونحلها في نص ساعة. قلت ماشي. يومها قلت أجرب، يمكن أطلع عندي موهبة مدفونة. رحت له البيت ولقيته مستني وفي إيده مفك، وبيقول لي: العملية بسيطة، هنفك الحنفية، نغير الجلدة ونركبها تاني. قلت له: كلام جميل، بس المية قافلها؟ قال لي بثقة: أكيد يا باشا، أنا قافلها من نص ساعة. قلت تمام. بدأنا نفك الحنفية. أول ما مسكت المفك الحنفية طارت في وشي، ومية طلعت كأننا فتحنا السد العالي. المطبخ كله اتغرق، وأنا واقف مرعوب، ومحمود بيزعق: مش أنا اللي فتحتها، دي لوحدها انفجرت. والحارة كلها نزلت تشوف ايه اللي بيحصل. جارته أم رضا دخلت تقول: يا ولاد الحلال في تسريب غاز. قلت لها: يا حاجة ده تسريب موهبة. بدأنا نحاول نقفل المية من المحبس الرئيسي، بس محدش عارف مكانه. قعدنا نلف في العمارة كلها ندور عليه، والناس فاكرانا حرامية مية. واحد جارهم مسكنا وقال: انتوا مين وبتعملوا ايه؟ قلنا له: احنا السباكين الجداد تحت التدريب. رجعنا الشقة لقينا المية عاملة حمام سباحة صغير، والسمك لو نزل يعيش مرتاح. محمود جاب فوطة ومساحة، وأنا كنت بمسح وبعيط في نفس الوقت. بعد ساعة كاملة جه السباك الحقيقي، بص لنا وقال لنا: مين اللي فك دي؟ قلنا له: إحنا. قال: طيب ده انتوا حظكوا حلو إن المية دي مش سخنة، كنتوا اتشويتوا. خلصنا الموقف بصعوبة، وأنا قلت لمحمود: خلاص دي آخر مرة اشتغل فيها سباك. قال لي: لا لسه، لازم نصلح السافون كمان. قلت له: انت عايزنا بات في الحبس ولا ايه؟ بس المفاجأة الكبرى كانت بعد يومين، لما جالنا فاتورة مية ب2000 جنيه. العداد اشتغل طول ما المية كانت بتغرق المطبخ، وابو محمود اتصل بيا وبيزعق: انت كريم اللي عملت التسريب ده؟ قلت له: ايوه يا عمي، بس انا كنت بساعد ابنك. قال لي: تعالى دلوقتي ساعدني في الاسم. ومن ساعتها قررت ان ابعد عن اي شغلانة فيها مفك او حنفية. ونصيحة لكل الناس: ما تصدقوش فيديوهات اليوتيوب اللي بتقولك ازاي تصلح الحمام بنفسك، لانك ممكن تصحى تلاقي نفسك شغال في الغواصات.